هو المحشي ده قرداحي ولا ايه؟ ولا انتوا مش ناويين تطلعوا حته لحمه من اللي ما دقناهاش غير اول يوم العيد دي؟ اللحمه دي يا حبيبي للعيال مش ليك. طب ما انا بسال عشان العيال. الله. ما انا عارفه ابو بطني. يا لهوي، انتوا لسه ما خلصتوش المحشي والست داليا لسه ما خلصتش زواق. هي زينا، ده قدامها ساعه كوافير. مستر يونس قال محدش ياخد البونص بتاعت الشهر الجديد غير لما يكمل التارجت بتاعه بتاع الشهر ده. وطي البتاع ده يا صافي، وطيه. بقول لك ايه، هو يوم واحد اللي انا واخده اجازه، ها؟ لا انا معاك. بقول لك ايه يا ناجي، انت كده بتعك. استنى لما اجي وانا هحل المشاكل دي كلها. يلا سلام. جاهزه يا طنط؟ من بدري يا اختي. طب يلا بينا عشان ما نتاخرش. مش ضيق شويه اللي انت لابساه ده؟ لا انا اللي تخنت. تخنتي بتوسعي هدومك. لا تخنتي يبقى خس. طب يا اختي مش تقولي صباح الخير الاول للناس اللي قاعدين؟ صباح الخير للي قاعدين. صباح الزفت على انا مش هرد عليكي بس عشان كبرتك واقفه. والكبيره بتقولك لما نرجع تبقي توسعي هدومك. يلا يا صفوه، يلا يا اخويا. استني يا طنط، عنك الشنطه. لا، الشنطه دي اللي فيها انا هشيلها لحد هاني بنفسي. تعالى يا سعيد، جبت الايصال؟ لا ما رضوش ياخدوا الورق. ما رضيوش ياخدوا الورق ازاي؟ ده تجديد بطاقه وانا متاكده ان الورق كامل. قالوا لي لازم حضرتك تروح السجل بنفسك عشان في مشكله كده. مشكله ايه؟ حضرتك عليك حكم غياب بسنه سجن. انا عليا حكم؟ ده اللي قاله لي، ما ينفعش تخلصي اي اجراءات رسميه غير ما تشوفي حل للقصه دي. طب روح يا سعيد روح. ايوه يا باشمهندس وائل، انا دكتوره حنان ممدوح. ايوه بتاعت حنان سنتر. الحمد لله. بقول لك ايه، هو انتوا رفعتوا عليا قضيه؟ تعتقد ازاي؟ طب انتوا ما كلمتونيش ليه؟ اجراءات؟ طب ما احنا اخر مره متفقين على مواعيد للسداد، وانا عشان ما التزمتش يتعمل فيا كده؟ هتسجن؟ طب ما انتوا لما تسجنوني هتاخدوا ايه؟ لو ايه هنا زاوية راس المنشور هتبقى ان ايه؟ معامل انكسار الضوء. تمام، نقل المعادلة دي. يلا. يبقى احنا لما بنتكلم هنا على انكسار الضوء يبقى احنا بنقول انه معامل الانحراف. ابصيري قوم. ايه هو معامل الانحراف؟ ايه معامل الانحراف غير الموبايل اللي في ايدك؟ ايه هو معامل الانحراف؟ طلع الموبايل هنا، حط الموبايل على التخته. انصراف. ايوه يا استاذ زكي، انا مش قايل لك ان انا متفق انا والاستاذ حسام عشان يجي هو السنتر النهارده؟ ما احنا بدلنا مع بعض يا سيدي. ايوه خد يلا، ما تعملش كده تاني. يلا اجري. اجي فين بس؟ اجي فين يا عم زكي؟ اسمعني بس، انا لسه في المدرسه اصلا يا سيدي. ما انا محتاج اروح البيت بس اريح لي ساعه ولا حاجه. قولي له مفيش فلوس الا لما هاني نخرج. هو ايه البعيد ده، ما عندوش دم ولا ايه؟ لا والله يا ابني ما حد عنده دم دلوقتي ابدا. خليه يخبط راسه في الحيط. وبعدين هو اصلا يجي لك انت يكلمك في حاجه زي كده ليه؟ ما يروح لاي شحط مش شحوطه جواز اخواتي، ولا دول مش رجاله؟ رجاله ايه بلا قرف؟ انت بس اللي راجل يا حبيبي.
ربنا يعدي الكام شهر اللي فاضل لك على خير وترجع بقى تنور بيتك. ايه ده اللي مالك ساكته ليه؟ انا مش جايه عشان اتكلم، انا جايه عشان اشوفك. وحشتيني يا بنت. انت كمان وحشتني قوي. قول يا حبيبي، الشركه اللي انتوا شغالين فيها حد اسمه ناجي؟ ناجي؟ ناجي بتاع الحسابات، مش فاكره؟ ناجي ماله؟ اصل ماما النهارده كانت بتتصنت على الباب بتاع اوضتي وسمعتني وانا بكلم ناجي في التليفون. كنت بكلمه في حاجات تخص الشغل، بس هي الظاهره عشان على طول شاكه فيا افتكرت اني عامله معاه علاقه بما انك في السجن بقالك كتير. ايه ده؟ ايه هتصنت عليكي دي؟ تحلفي على المصحف انك ما كنتيش بتتصنطي؟ هو انتوا لسه زي ما انتوا؟ ده انا قلت السجن اللي انا فيه ده هيخليكوا تهدوا على نفسكوا شويه. ما انا قاعده ساكته قدامك اهو، هو انا اصلا فتحت بقي من ساعه ما قعدت؟ لا يا اختي، انا المفتريه، انا اللي مش عامله حساب لحد. استغفر الله العظيم يا رب. انا اللي برد الكلمه بكلمه، انا اللي بعيب في كل الناس، وانا كل عيوب من فوق لتحت. انا اللي مش صاينه غيبه راجلي والناس في الرايحه والجايه بيتفرجوا على رسمي وكاسمي وشعري وريحه برفاناتي اللي من اول الشارع. مش ما تجوش هنا تاني خالص. انا اللي عمال اعد الايام عشان اخرج من المخروب ده القعده هنا ارحم من القعده في الشوك يا شيخه. لا انا مش مصدقه، انت بتجمعني انا وهي في جمله واحده ازاي؟ صحيح، انت اتجننت. دي الهانم، ازاي تجمعها بالحوش اللي زينا؟ دي بتعرف تاكل معانا، دي بتخش اوضتها وتقفل عليها، وهي خارجه بتقفل الاوضه برضه لحسن نخش نوسخها. لا يا طنط، انا بقفل باب اوضتي عليا احسن ما اسمع شتمتي بوداني. بس اطمني، ما دام بتتضايقي قوي كده هبقى اسيب لك الباب مفتوح عشان تبقوا تشتموا براحتكم. ايه ده؟ رايح فين يا حبيبي؟ الاكل مش عايز تقف، جاتكوا القرف. عاجبك كده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أنسة جهاد، اتفضلي. نوسة، جاية تشتغل معانا النهارده إن شاء الله. لا، اشتغل ايه بس يا دكتور؟ انا النهارده جايه اتعلم واتدرب بس. والنبي عسل، كتكوت قوي يا دكتور. تفي عليها يا نوسة، جاية بتوصية، أبوها يبقى صاحب الحاج جمال. لا ما دام وصايه بقى يبقى احنا ناكل لقمه مع بعض. انت تدخلي تستنيني جوه لغايه ما اخلص الانسه اللي معايا وناكل مع بعض. لا لا لا، استنى، تدخل إيه؟ خليها قاعدة هنا تشوفك وأنت بتشتغلي. طيب تعالي يا جهاد، اقفي جنبي بقى واتعلمي. بصي انا هنا بعمل ده. ضياء، خير يا حنان، في إيه؟ مصيبه، انا هتسجن. طيب يا أستاذنا، أشكرك طبعا جدا. بكرة الصبح طبعا إن شاء الله. مع السلامة. شكلك ما يطمنش. قال لك ايه المحامي؟ قال لي ما حدش هيجي يخبط عليك ويقبض على المدام. تيجي بكرة الصبح لازم تعمليه توكيل عشان يطلب معارضة للحكم ويعمل الاستئناف. والاستئناف ده هيوصل لايه؟ طب ما انا لسه عليا شيكات. هنكسب وقت يا حنان، شهرين ولا 3 لحد ما نتصرف ونشوف هنعمل ايه. وانا هلم 300,000 جنيه في شهرين ولا 3 ازاي؟ ده انا
حتى بعت كل الأجهزة وقفلت السنتر النحس. حتى لو بعت ذهبي هيجيب 50,000 جنيه. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنا فعلا كنت حاطة نسبة احتمال خسارة للمشروع، بس مش كده. قلتلك كتير يا حنان. مش وقته يا بابا، مش وقته. هو ايه ده اللي مش وقته؟ لا وقت ونص. ما هي ما دخلت مشاريع خسرانه مش فاهمه فيها حاجه ومش درساها كويس، وسكتنا وما اتكلمناش، والنتيجه كانت ايه؟ اهي غرزت في اللي هي فيه دلوقتي. نسكت برضه عشان تغرس تاني وتالت، ولا نتكلم عشان نفوقها وتعرف تشوف قدامها بدل ما هي بتضبش على طول كده؟ خلاص يا عم خلاص، مش هفكر في مشاريع خسرانة غير لما أخلص من المصيبة اللي أنا فيها. كويس كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دي فاكراني شمتان فيها. أنا هسكت أحسن. راح فين بس يا بابا؟ هرجع أقعد في المحل بدل ما إحنا الاتنين سايبينه كده. وأنت اقعد معاها وشوفوا هتتصرفوا إزاي وهتجيبوا الفلوس دي منين. حاجة تقلف. بصي بقى، ها ليه وقفتيها ليه؟ زهقت؟ طلع عيني. ما زهقتيش بذمتك؟ طقيت. هتحطي ايه؟ شغل بلاي ليست جديده. لا البلاي ليست بتاعت الان جراوند انت جوزك دي بليز لا. نعم، مش فاهمك انت في الاندر جراوند. ما بحبوش. انا بحبه. مملين جدا، بليز عشان خاطري. طيب طيب هطلع البلاي ليست اللي هشغلها بكره في الكلاس. وريني. اسمعي بقى. بصي كل دول ما لعبناهمش ولا مره قبل كده. حسبي يا دور. مش عارفه ايدي وجعاني قوي. طب اعمل ايه انا دلوقتي يا ماما؟ الله، احنا مش هنخلص من الحكايه دي بقى يا بنتي. حرام عليكي، الناس طالعه من المطار فرحانه وبتزغرط، انت بس اللي متنكده. هو ينفع يا ماما تنسي جيركن ميه زمزم في المطار؟ اعمل ايه؟ كنت عطشانه وعايزه اشرب ومفيش حواليا حد بيبيع ميه، بلاش اشرب. صح وهنا، بس تشربي وتقفلي الجيركن وترجعيه تاني جوه الشنطه. خلاص بقى يا حاجه منيره، عيب الكلام ده بقى. خلاص خلصنا، شويه ميه وراحوا الحال سبيلهم. خلاص بقى اكسبي ثواب بدل ما انت عماله تغرفي ذنوب بتبكيتك في امك. يا لهوي، هو انا اقدر؟ حقك عليا. الرضا والسماح والنبي، ده احنا لسه حاجين ومستغفرين ربنا. ايوه يا حاجه منيره، لسه راجعين من الحج، يعني الحمد لله غسلنا كل الذنوب. صحيح يا خالد، الحج طلع حاجه تانية خالص. صدق بالله. لا 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 الله، انا كنت خايفه اموت قبل ما اقضي فرض ربنا. شر عليك يا حاجه، ليه بتقولي كده بس؟ ربنا يديكي طولة العمر. ولعلمك بقى انا هسعالك في عمره رمضان الجاي من دلوقتي. هو انا هلحق احوش فلوس تكفي عمره رمضان يا خالد؟ داني هتقول لي حوش وتجيبي سيره الفلوس يا حاجه، احنا عايشين من خيرك، عيب الكلام ده. لا، الا الحج والعمره دول لازم يبقوا من فلوس البني ادم ذات نفسه. ادعي ربنا بس يبلغنا رمضان. بس انا برضو قلقانه قوي يا ماما. قلقانه من ايه تاني يا بنتي؟ اصل في كده علامات رضا وعلامات قبول، والجيركن ده لما ضاع يبقى كده في رفض. ربنا يستر باللي جاي. اقول لها ايه دي بس يا بنتي؟ احنا مش معانا جيركن قد كده ميه زمزم في شنطه العربيه؟ طيب كفايه. ربنا يبارك في القليل. لو سمحت لو سمحت، بعد اذنك بعد اذنك. عمر، تقى فيكي ايه؟ حصل لك ايه؟ ايه ده؟ ايه البتاع اللي في ايدك ده؟ ما تقلقش يا روحي، ده شرخ بسيط. الدكتور قال لي 3 أسابيع وهفك الجبيره. طب ايه اللي حصل؟ احكولي. والله يا عمر كنا ماشيين بالراحه وفي حالنا، عيل بعجله ما تفهمش طلع منين، بس الحمد لله توقف ايديته في اخر لحظه. يعني انت كويسه؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ميرسي يا ساره. على ايه يا حبيبتي؟
سوري اخرتك معايا. لا مفيش حاجه، هقدم لك على اجازه في الجيم. ولا هتدي زومبا بايد واحده؟ اكيد لا. خدي الكلاسز بتوعي انت. اي ويل. خدي بالك من نفسك. اوكي. باي يا عمر. باي. ممكن افهم بقى العربيه فين دلوقتي؟ الأسطى حسام خدها على الورشه. الأسطى حسام؟ الله، ده بقى معناه ان العربيه اتدشدشت بالكامل، صح؟ طب يعني كنت عايزني اعمل ايه؟ العجله طلعت من الهوا فاضطريت افاديها، دخلت في صندوق الزباله. ما كانش لازم اصلا تاخديها هتقع. يعني افضل واقفه نص ساعه مش لاقيه تاكسي وبطلب اوبر ما لاقيش، كمان ما اخدش العربيه؟ كان عندي كلاس لازم اروح. كلاس؟ انا مش عاوز مبررات واهيه. قلت لك 500 مليون الف مره العربيه دي ما بقتش بتاعتنا، واخدين عربون. كان المفروض ان انا اصلح لراجل التكييف واروح اوديها له. دلوقتي هصلح له ايه ولا ايه بعد ما دشتيها حضرتك؟ انا اسفه، انا حماره، انا غبيه، خلاص ارتحت. انت هتهزري؟ مش بهزر، انا غلطانه اهو يا سيدي وبعترف لك. خلاص لا خلاص تمام. لا طالما اعترفتي خلاص. وانا الاعتراف ده هعمل بيه ايه؟ اصرفه منين؟ الاعتراف ده هيروح يصلح العربيه لوحده؟ يعني انا دلوقتي اعمل ايه؟ اكلم الراجل اقول له اتفضل عربونك احنا رجعنا في موضوع بيع العربيه، ولا اقول له معلش اصبر عليا عشان مراتي حبيبه قلبي دشدشت لك العربيه فاديني شويه وقت لغايه لما اصلحها لك؟ مش كده؟ تفتكري هيوافق؟ يلا نروح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عمار الدار. سمعينا زغروطه يا حاجه وفكي بقى كده يا حاجه منيره. بص على الشنط تاني، في حاجه تانية غير دول؟ 3 شنط وزمزم والهاند باك. ناديه استني بس يا بنتي، استنى يا ابني. ما هي بنتي في كتفك اهي. بس انا بقى اللي بطيوره وبنسى الحاجات. خلاص بقى يا حاجه ما تقطمنيش وما تفكرنيش. ما تفكركيش ايه؟ ده انت هتقعدي لك حسبه شهر ونص تتحصري على جيرك الميه التاني اللي ضاع ده. يلا سلام عليكم بقى. سلام عليكم ايه؟ تعالى بس اقعد هنا شويه ارتاح، اشرب لك كوبايه شاي ولا حاجه. اصل انا بيني وبينك يا حاجه يعني العيال وحشوني قوي، ونفسي كده يعني اخدهم في حضني. منير امسكي فيه. امسك فيه ايه بس يا حاجه؟ ده بيقول لك العيال وحشوني ونفسي اخدهم في حضني. ده انا غالي. سيبيه. روح يا اخويا، روح يا حاج. ربنا ان شاء الله يمنيك فيهم كل اللي تتمناه حلو، وتشوفهم في اعلى المراكز ويشحتهم لك من الدنيا قادر كريم. روح. الله يبارك لك يا حاجه منيره. وبعدين يا حاجه الشاي والقهوه دولت للغريب، لكن انا صاحب بيت. يلا، حد عايز يقول حاجه تانية؟ شكله مفيش. السلام عليكم. حاج خالد. خير يا حاجه منيره. لا اله الا الله يا اخويا. محمد رسول الله. السلام عليكم. شفتي يا ماما؟ شفتي البيت؟ كنتي وحشاه وهو كان وحشك. نورتي بيتك يا ست الكل. بيتي ايه وغيتي ايه؟ ايه اللي عملتيه ده؟ بقول لك امسكي فيه، تقولي لي على راحته يا ماما. انت هتنقطيني بهبلك ده؟ اوعي تكوني يا بنت مصدقه انه ملهوف قوي وبيجري كده علشان يروح لعياله اللي وحشوه بالقوي. خلاص بقى يا حاجه، يروح زي ما هو عايز يروح. يا بنت طب عيني في عينك كده بقى، بعد ما اتعودت انه حواليك ال10 ايام اللي فاتوا ما تمنيتيش انه يقعد يشرب الشاي ويخش يريح معاكي شويه؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. ايه يا ماما اللي بتكلمي بتقولي ده؟ عيب كده يا ماما. اسود ايه وابيض ايه يا بنت؟ عيب. مش جوزك ده حلالك؟ ولا يعني التدين حج وعمره وكلام من ده، وبعدين في الاخر يسيبك كده زي البيت الواقف، لا حصلتي متجوزه ولا حصلتي متطلقه. صلي على النبي يا حاجه. اللهم صل عليك يا كامل النور. انا هفضي الشنط. روحي فضيهم، اعملي حاجه مفيده في حياتك. يلا يا اختي.
استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. الواحد لسه راجع من الحج عشان يغسل ذنوبه ولا عشان يبتديها من اول وجديد؟ هما كانوا 3 اوض، بس انا فتحت الاوضه دي على الريسبشن. اصل انا مش محتاجاها في حاجه، انا عندي بنتين. ربنا يخليهم لك يا مدام. يا رب يخليك، يا رب يكرمك. هي الواجهه دي قبلي؟ لا شرقي، والاوض جوه بحري. ده انا لما بفتح الشبابيك الهوا طيار ما اقولكيش. انا ما بفتحش التكييف خالص في الصيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ كمال جوزي. اهلا وسهلا. مدام نهله، استاذ فريد اللي جايين بخصوص الاعلان. اعلان ايه؟ اعلان الشقه يا كمال، وان شاء الله هتبقى من نصيبهم. هي فعلا شقه كويسه بسم الله ما شاء الله، بس على فكره احنا دورنا كتير في المنطقه، ويلا اللي فيه الخير يقدمه ربنا. المطلوب بقى يا مدام؟ المطلوب اللي مكتوب في الاعلان. انت بتقول انك لفيت ودورت وشفت، وانا الحقيقه ما حطيتش السعر غير لما اتاكدت ان هو السعر المظبوط. احنا عارفين ان انت مش مزوده، بس عايزين كلمه حلوه برضه. والنبي ده انت اللي حلو. والله العظيم ما اقدر انزل ولا حتى جنيه. الفلوس هاخدها من هنا هحطها في شقه تانية. وهتاخدوا فين ان شاء الله؟ بعد اذنكم انا رايح الحمام. في الشروق. اصل احنا بنحب الحتت البعيده. طيب ممكن بقى نتكلم في المطلوب؟ اتفضلوا، اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك، اتفضلي. تحبوا تشربوا ايه؟ يعني انت تتخانق معايا قدام الناس كلهم في المستشفى وتزعق لي وتيجي تصالحنا انا وانت لوحدنا؟ انت عارفه ان انا ما بحبش ازعق لك يا توتو، وما بيهونش عليا زعلك، مع انك ساعات بتعملي حاجات بنت. بس يلا خلاص بقى، عشان بحبك بس. هو انا يعني كان قصدي، ما انا خبطت العربيه غصب عني. هنعمل ايه دلوقتي في مصاريف المدرسه؟ هنصلح العربيه ازاي وهنبيعها ازاي؟ يا ستي ما تشغليش بالك، هتتدبر، هتتحل اكيد يعني. حلو الايس كريم؟ قوي. مبسوطه؟ بحبه. ما تجيب بوسه بالايس كريم. بصي، هي فكره حلوه قوي ولذيذه في نفس الوقت، بس حبيبه قلبي احنا في مكان عام، هنتضرب يا حبيبتي، هنتضرب. طيب ماشي. اللي قولي لي العيال فين؟ فكرتني، عند ماما، هخليها تجيبهم على البيت. لا تكلميها ايه؟ انت عاوزه تفهميني ان الشقه دلوقتي فاضيه؟ ايوه. ايوه. طب يلا يا تقى، يلا. يلا ايه؟ يلا. ايدي شايف متكبسه. ما هو ده الجديد، نيو ستايل يا بيبي، لازم نخوض التجربه. طب انت مش فاكره لما كانت رجلي متجبسه؟ فاكر. كنت اجنن وانا رجلي متجبسه. يلا يلا يلا. لا لا لا، إيه؟ اقعد خلص الايس كريم، مدفوع فيه فلوس كتير. طب يعني على مره واحده بقى، معلقه واحده واديها. طب الحساب؟ ايوه صح. يا متر، الحساب بسرعه لو سمحت، بسرعه. كل الايس كريم. انا خلصت. بينا وبين بعض تليفونات، بس ترد عليا بسرعه لحسن عندي مشتري تاني. ان شاء الله النهارده بالليل يا بكره الصبح بالكتير خالص. نورتونا وشرفتونا، اهلا وسهلا. هو اللي حصل ده بجد؟ انت سايبني قاعده معاهم هنا لوحدي ودخلت قفلت على نفسك الحمام لحد ما يمشوا؟ انت مش كنت قاعده معاهم لوحدك قبل ما اطلع؟ انت مش عملتي الاعلان لوحدك وقابلتي مشترين للشقه لوحدك وقاعده تتكلمي معاهم فهنبيع فين ونشتري فين لوحدك برضه؟ لوحدي ازاي؟ احنا كنا متفقين ان احنا هنبيع الشقه. احنا كنا متخانقين في بيع الشقه. في اخر خناقه قلت لك خلينا افكر، حولتيها الاتفاق دي امتى بقى؟ امتى؟ انت كنت بتاخدني على قد عقلي عشان اخلص الخناقه. انا مش همشي من هنا. انا مش همشي من هنا يا وفاء. وانا مش عايش هنا يا كمال. الناس جابوا سعر ما تحلمش بيه، ازيد من ما تستاهل ب50,000 جنيه. اقول لهم لا ليه؟ عشان انت تبقى البيت جنب الشغل؟
ما انت عندك عربيه. يعني عشان عندي عربيه عايزه ترميني في اخر الدنيا؟ اخر الدنيا دي يا استاذ هيبقى عندنا بدل الشقه 2 والشروق في الطالع. لو قعدنا سنتين وبعنا شقه واحده هتجيب لنا نفس فلوس الشقه دي. يا اخي بص لقدام ولو مره في حياتك. هو انت فالح غير في كده؟ يا تشوح لي بايدك يا تقول يوه. الناس كلها بتتقدم لقدام واحنا بنرجع لورا وما فاضلناش غير يوه. رايح فين؟ هروح اغير وانزل السنتر. عارفه ليه يا وفاء؟ قرف الشغل اهون مليون مره من القرف اللي بشوفه معاك يا وفاء. على فكره الشقه دي مش هتتباع يا وفاء، ولو الناس دول كلموكي قولي لهم مش هنبيع لان جوزي رفض. سامعني؟ لان جوزي رفض. لأن جوزي رفض وحياة أمك لبيع. سيب الشنطه فتحت، اتكل على الله. هروح انا حاج ولا في مشاوير تاني النهارده؟ يا ابني بعد اللي انا شايفه ده يستحيل هخرج النهارده. اختفي اختفي. ماشي يا حاج. يلا خد الباب وراك. السلام عليكم. سلام. شوشو شقاوة يا شوشو شقاوة. اوعى الفحت. الحمد لله على السلامة يا حاج، وحشتني. الله يسلمك يا جميلة. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ بخور وورد وبسبوسة بالقشطة وفتة العيد كمان، احنا ما عيدناش مع بعض. صح، ما عيدناش. قطعية الرقبة شايلها لك. هو ده الكلام. تعالي تعالي. خدني جنبك. لا قولي لي ايه الهوس اللي احنا فيه ده؟ انت مسربه العيال فين؟ العيال عندهم تمارين في النادي لغاية الساعة 10 بالليل. 10 بالليل. شوشو بالراحه عليا، انا لسه راجع من السفر. أنا الحق عليا اللي عايزاك تكمل الحل بتاعك، ولا كنش حليته هناك مع منيرة. بصراحه حليته. نعم يا بنت حليت ايه يا مجنونه؟ ده كانوا هم بس عاملين برطمان كده مشمش مربة مشمش، يعني خدت لي معلقتين على الماشي بس. اوعى عيب. منيره دي زي شقيتي بالظبط. مش بعيد وهي بتحج تكون دعيت لي انا وانت ان ربنا يهدي سرنا. وانت بقى دعيت لي بايه؟ انا دعيت لك انك تحلوي اكتر وتصغري اكتر ما بتصغري. يا لهوي. ايه؟ تعالى استعنا على الشاي بالله. يلا. ايه ده؟ ده مين ده اللي بيتصل؟ مش وقته. لا استني مش وقته. استني بس. اقفل بقى. اهدي بس. ده برغام، ده رغام المحامي. مش مهم، كأنك لسه ما جيتش من السفر. استني، الراجل ده ما بيتصلش لما بيكون في حاجه مهمه. ياه. الو. الله يسلمك. لسه مفيش دقيقتين وداخل عتبه البيت. انزل فين يا استاذ؟ بقول لك لسه داخل البيت. لا طب ما يتأجلش يعني؟ موضوع ايه اللي طب بص، ينفع بس ريح لي ساعتين 3 4 ساعات كده واجي لك على طول. ها؟ طب ما تقول لي بس يعني خير ان شاء الله، يعني خير. ها؟ طيب ده لو كده بقى لازم انزل اجي لك حالا. ماشي جاي لك. السلامة يا استاذ. جاي له فين؟ طب خد. لا هاي النسوان دي. الشوشو
بالراحه يا وفاء، ماما جايبه الحاجات للناس كلها، خدي بالك. وانت مالك انت؟ الحاجه فتحت الشنطه وقالت لي خدي يا وفاء اللي انت عايزاه. خدي يا ملك دي، قيسيها جوه يا حبيبتي. روحي مدي ايدك يا حنان وشوفي. فوقي بقى من اللي انت فيه ده يا بنتي وسيبيها على الله. ونعم بالله. امكم بقت تنسى 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 تنسى. انا حزينه ومقهوره على جيركن زمزم اللي ضاع ده. اقول لها يا ماما خدي بالك، يا ماما خدي بالك، دي شفا وبركه. برضه مفيش فايده، ونسيتهم جنبها وقامت. ايه ده؟ يعني انت عايزه تفهميني ان انا نصيبي من ميه زمزم الازازه دي بس؟ شفت بقى؟ اديك مستشويهم. انا بقى كنت ناعيه هم البصه اللي انا شايفاها في عينيك دلوقتي، بس اعمل ايه؟ والله ما بايدي. انا لو عليا كنت جبت 5 6 جراكن زمزم، وكنت اديتكم 5 6 ازايز ميه من دول، ومعاهم كمان رشتين عود من ده. على فكره ده عود اصلي. اصلي صح. لا بس انا زعلان، انا زعلان جدا. ده انا بقالي ايام وليالي بنام واحلم بميه زمزم اللي انت هتجيبيها لي. اعمل انا ايه دلوقتي؟ تعمل انت ايه دلوقتي ولا؟ ده انا مربياك يا ولا. انت بتسرح بيا ولا ايه بالظبط؟ على فكره انا عارفه ومتاكده ان انت كمان ما بتصليش. يا هرشني يا هرشني يا ولا يا جامد. عيب انا حاجه. اهو لقط اهو. لقط يوسف يا عمر، وحشتني قوي. هو شايفني؟ يا داليا، عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني. الحمد لله يا حبيبي كويسه. انت عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. بقول لك ايه يا ولا، اثبت يا ولا ما تفضحناش. بقول لك ايه، انا مصوت لك ب 200 جنيه ومسيح لك عندي في الشركه كلهم بيصوتوا لك. اجمد واكسب. انا قلقان قوي والنبي ادعوا لي. ها؟ وتقلق ليه يا حبيب اختك؟ هو في مز زيك كده يقلق برضه يا يوسف؟ إلهي يا رب وانت جاهي وحياة حبيبك المصطفى تتقبل دعايا يا رب. يا رب تسقط في المسابقة يا يوسف يا ابن أمي وأبويا، عشان طريق الشيطان ده يتسد في وشك. قادر كريم. منيره اسكتي والنبي، ما تدعيش خالص انت. علشان بحبك بدعيلك ان انت ان شاء الله تسقط في المسابقة، عشان تبعد عن طريق الشيطان ده خالص يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا حاج خالد. حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. واضح كده إن الحجة اتقبلت. وشك منور قوي. منور إيه بس يا عم شاكر؟ ده أنا الشمس عمالة تحمص فيا ال20 يوم اللي أنا قعدتهم هناك. أنا بتكلم عن نور جواني. بقول لك يا عم شاكر، أنا سايب قاعدة في البيت فشر هارون الرشيدي. سيدي يا سيدي. مش سايب القعدة الحلوة دي بقى عشان أجيلك وتقول لي إذا كان نوري براني ولا جواني. يا عم أنا مش كلمتك وقلت لك في خير كتير. اهبط كده واسمع. افتي يا نجم. اسم مراتك إيه؟ نعم أخويا. الأولانية مش التانية. مش هتفرق برضه. نعم يا أخويا. اسمها منيرة إبراهيم حسين المندوه، صح مش كده؟ يا نهار اسود ومنيل. هو في قضية على منيرة ولا حاجة؟ الست منيرة بقت مليونيرة، هي وأخواتها. مش فاهم يعني إيه؟ وضح لي عشان مش فاهم. حتة الأرض بتاعت إبراهيم حسين المندوه اللي في إسماعيلية دخلت كردون مباني. في اللحظة اللي احنا فيها دي هي واللي زيها بيتسعروا بالمتر. يعني تقريبا كده احنا بنتكلم في 30 مليون جنيه. منيرة واخواتها هيطلع لهم 30 مليون جنيه؟ بالميت يا عمنا. بركة دعائك يا حاجة صفية. خدي يا ماما كلمي يوسف، بايني وشك. يا ماما. يوسف ازيك يا حبيبي؟ يا ماما وحشتيني قوي. عامله ايه؟ انت اللي وحشتني قوي يا نور عيني. كده برضو انا اجي من هنا والاقيك مسافر من هنا. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله ربنا يستر. والنبي يا ماما قولي لمنيره تبطل تدعي خالص، هتجيبني الارض والله العظيم. ايه؟ لا ما تاخدش على كلامها دي، حد يسمع لها دي. انت امك دعيالك، انا دعيالك ان ربنا يعمل لك اللي فيه الخير كله. ان شاء الله هتكسب يا يوسف.
الرعب، ربنا يستر. دقايق وهدخل. التلفزيون مفتوح اهو وكلنا مستنيينك يا حبيبي. يا يوسف احنا هنا. هو ايه اللي انت لابسه ده يا يوسف؟ يا ولا نضفوك يا ولا ولبسوك لبنان يا ولا. يا عم انا لابس غصب عني والله العظيم، انت مش فاهم حاجه. يا يوسف لو ما كسبت ناخد منك ال 200 جنيه. شد حيلك يا يوسف. الله، هو ماله مجمد كده ليه؟ استني يا ماما، ده باين انه هنج. طب حاولي تتصلي بيه تاني يا داليا، عايز اقول له كلمتين يشجعوه. يا جماعه سيبوه في اللي هو فيه دلوقتي. بصراحه حنان عندها حق. تخيلوه واقف كده على المسرح وكل الناس بتتفرج عليه والكاميرات، احساسه هيبقى عامل ازاي يعني؟ هيكون عامل ازاي يعني؟ هيصة ودوشة وشهرة وفلوس. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخوك ولع يا كيمو. الشيخ بعد الشر عليه، بعد الشر عليه. ربنا هيوفقه، ربنا هيوفقه ان شاء الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اتفضل. ايه ده؟ مش ده بيت الحاجه صفيه؟ ماما انت طالبه اكل من بره؟ لا يا ابني ما طلبتش حاجه. حضرتك ده اوردر من الحاج خالد مخلوف. الحاج خالد مخلوف؟ هات يا اخويا. إيه لحظه بس. لحظة إيه؟ كام لحظه؟ كام؟ لا حسابه خالص حضرتك. اتفضل. والله مش انا طب قلت يا لك سيدي شكرا. طول عمره سخي. أيوة. هو كريم وجدع. ايوه طب ربنا والله يخليك. طلع راجل ذوق. هو مش طويل ودقنه بيضة بس طلع ذوق. سبحان الله. لا ما تقلقش، ده شأن عائلي. ولا يا اختي بيعكسك يا موني. بيعكس ايه بس؟ انا ما بحبش اكل المحلات ده، حتى بيبقى بسمنه نباتين. نباتين؟ انا بحب النباتين. لا شم لا ريحته وانت لا تقول والله انا لا جعان. والله. لا إيه انت ايدك مكسوره، ما ينفعش روحي احنا هنا بنعمل ايه؟ يلا لا لا يلا هات الراجل هات. واقف. يلا الراجل واقف. يلا لحظه. يلا مش خساره فيك. اشكر حضرتك يا باشا. شكرا شكرا. السلام عليكم. بس انا عايز اعرف انت جبت الكلام ده منين؟ متاكد يعني مالي ايدك من المعلومه؟ عيب عليك يا خالد مخلوف. انا شاكر درغام. لا اله الا الله. ده الولية حماتي دي غلبانه، تعرف بقالها سنين بتحوش وتحط القرش على القرش عشان تطلع تحج بفلوسها. هو في كده؟ المهم بس انت تجيب الحاجة حماتك دي وولادها يعملوا لي توكيل عشان اخلص مع المشتري. الله، ده في مشتري كمان؟ طبعا في مشتري وجاهز بفلوسه، ومش عايز الخبر ينتشر وحد يزايد عليه. طب ما يزايدوا، وهو سعر الارض يولع وكله مصلحه. خالد مخلوف، المشتري ده يخصني. كل ما تنجز وتبقى بسرعه هيخصك انت كمان. لا والنبي، ايه هيبصي لي حسنت انا كمان ولا ايه؟ الناس الكبيره دي حسنتها مش نسبه. الناس الكبيره دي معرفتها خير، وخير كبير قوي. وطول ما انت شغال في السوق هيبقى فيه خير. كلامك حلو. المشتري ده اسمه ايه؟ راجل جاي من لندن وعايز يشتغل. انجز انت بسرعه بس، بلغ نسايبك يعملوا لي توكيل وبسرعه. 30 مليون جنيه طلعوا لهم من تحت الارض. هو الراجل ده عيب يا عم صفيه. لازم تاكلي يا حنان، قلة الأكل مش هتحل المشكلة. لو جالي نفسي كنت كلت يا ضياء. هي طنط زعلانة ليه؟ وانت زعقت لها؟ يا روحي. أنا ما أقدرش أزعلها، وما أقدرش أزعلك أنت كمان. يا بنتي انت على لحم بطنك من الصبح. خدي ان شاء الله تصبيره لحد ما نتعشى كلنا بعد حفلة يوسف. انا مش عارفة والله الناس جرالها ايه. خلاص مفيش صبر، مش عارفة تدفع، يسجنوها. محدش بقى بيسكت على حقه يا حماتي. يعني انا مثلا لو حد خد مني حاجة الله في سما ما هسيبه. ان شاء الله ربنا هيفرجها يا حنان، ان شاء الله. طبعا احنا لو في ايدينا حاجه نقدر نعملها اكيد هنعملها يعني. حاجة بإيدينا ده ايه؟ واحنا يا حسرة هنعمل ايه؟ دي عليها شيكات ب 300,000 جنيه. طيب تسمعي مني انا يا حنان؟ انا عندي الحل.
عندي النهايه بتاعت موضوعك ده. لا والله، يعني كلنا فشلنا ان احنا نلاقي الحل، وروميو بقى هو اللي هيحلها. روميو؟ الله، ماشي ماشي يا ست حنان. طب انا بقى مش هتكلم ولا هنطق بكلمه، وبيخلي الحاج سوبر ماريو جوزك يبقى يحلها لك. معلش قول يا رومي، قول يا عمر بقى، خلاص اختك بتهزر معاك اكيد. قول يا عمر. الحل بتاعك الوحيد انك انت تنسي، وما تقعديش تهري وتنكتي في نفسك وكبري دماغك على الاخر. سكر، والنعمة سكر، ده ما كانش حد غلب خالص. ازاي يعني الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مفيش كده. هو ايه اللي ازاي؟ زي الناس طبعا. يعني انت دلوقتي يا حنان لو ما كنتيش فكرتي النهارده تحديدا انك تروحي تجددي البطاقه بتاعتك، ما كنتيش هتعرفي ان عليكي قضيه ولا ان عليكي حكم، والسنه كانت عدت والحكم هيسقط. فكري. تصدقي صح فعلا؟ هو ايه اللي صح؟ انت هتقوم على عمو. ما انا خلاص عرفت، يعني معنى كده ان انا مش ممكن اعمل اي اجراءات رسميه لمده سنه. ايوه يا حنان، وايه المشكله؟ مش لازم يعني تعملي اجراءات رسميه لمده سنه. يا خلاص البت ذكيه زي جوزها يا ناس. لا بقول لكم ايه، انتوا عصافير وعمالين تصوصوا وانا مش ناقصه. بقول لكم ايه، ابعدوا عني. خلاص خلاص، خليك انت في دور امينه رزق اللي انت عايشه فيه ده. لا بقول لك ايه، انا سايباكوا تهزروا من الصبح وما بتكلمش الا الست امينه رزق. ست محترمه وفنانه، كانت بتقدم فن هادف مش زي الهبل اللي بيحطوه لنا في السينمات اليومين دول. وبعد الصوصوه بقى بتاعتكوا دي، عرفتوا العربيه هتتكلف كام؟ ولا هي هتصلح روحها؟ لا اله الا الله. داليا، انا هنا يا ماما. بصي في الشنطه جوه هتلاقيني جايبه جلابيه بني حلوه قوي، يا رب تطلع على قد جوزك. تسلم ايدك. انت جايبه جلابيه لجوز داليا يا ماما؟ جرى ايه يا كمال؟ الله، مش جوز اختك؟ في الاول في الاخر جوز اختك. احنا مش خلصنا بقى من الحكايه دي؟ ربنا يخليكي ليا يا ماما، كانش ليه لزوم. لا والله العظيم كان عندي حق. مش انا قلت لك يا ماما وفرت فلوس؟ هو اساسا بيجي ولا بنشوفه ولا بيعبرنا، عرفنا انه تخن رفع، كنت وفرت الفلوس احسن يا ماما. خلاص بقى، خلاص يا حبيبتي، كفايه بقى، صبرني يا رب. يقطعني. داليا، يبقى خلي جوزك يمر علينا يا بنتي عشان نشوفه كده ونتعرف عليه تاني. هما يعني خلاص بطلوا يدوهم اجازات في شغلانه الغردقه دي؟ لا، هو خد اجازه من فتره ورجع تاني، بس هو قرب يجي يعني مصر خلاص تماما، لان عقده قرب يخلص هناك. وانت ازاي مأمنه له يعني يقعد لوحده وسط الايطاليه والاوكرانيه والروسيه؟ حبيبتي انت لازم رجلك على رجله في كل مكان، ولا ايه يا روحي؟ صح يا حياتي. صح يا اختي. لا، هو هاني مركز في شغله عموما، يعني ما بيبصش على البنات دي. وبعدين انا اختي زي القمر، ده انا قبل ما تتجوز كان ألف من يتمناها. الشغل ده يوسف طلع يا جماعه، علوا ريموت في اهو يا روحي. شكله مرتبك على فكره يا جماعه. مرتبك ايه؟ ده ما شاء الله عليه زي الفل اهو. ولمحتك يا جدع بعدها وياك، ما تقول لي يا جدع تحت الشباك. ولمحتك يا جدع وشبكني هواك من عينك يا جدع. إذا عديت قصاد البيت أبوس رجليك، لا تبص فوق وتطفي الشوق. أمان عليك بص واتكلم على عيني يا جدع. يا سلام سلم على عيني يا جدع. خدك تفاح دوقني يا جدع. رمشك دباح حوش عني يا جدع. خدك تفاح دوقني يا جدع. رمشك دباح حوش عني يا جدع. إذا عديت قصاد البيت، إذا عديت قصاد البيت أبوس رجليك، لا تبص فوق وتطفي الشوق. أمان. لا بس مختارين له اغنيه صعبه على فكره. لا مفيش حاجه تصعب عليه، ده يوسف حسه ما شاء الله. ايه يا ماما ده؟
معلش يا اختي ده بقى اخرب عنك. ايوه ان شاء الله. ايوه يوم الجمعه هنستناكم باذن الله. هنستنى مين يوم الجمعه؟ المهم الشيك ما يبقاش متسطر. شيك ايه؟ لأني شيك ايه اللي عايزة أصرفه هنستناه؟ على شيك طول. ايه؟ شكرا، كتر الف خيرك. سلم لي على المدام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله، انت برضو بتمشي اللي في دماغك يا وفاء؟ برضو؟ اه. طب بص يا وفاء، انا مش هبيع يا وفاء، انا ما عنديش شقه للبيع. لا هتبيع يا كمال، هتبيع عشان انا شايفه بكره، شايفه وانت بتشكرني تقول لي شكرا يا وفاء على اللي انت عملتيه معايا. انت اتجننتي باين عليكي خالص، انت راحت منك خالص خالص. جننت ده ايه؟ طب اهدى بس وفكر. الشقه، اوضه النوم الواسعه اللي جواها حمام، مش بتفتح الباب وتخرج عشان تشوف الحمام بره، ودريسنج روم تعلق هدومك على طول، مش دولاب خشب فوقيه كراتين، تفتح الشباك الهوا يرد الروح، جاي من جنينه فيها ورد وخضره وياسمين، ريحه الياسمين، مش تفتح الشباك تلاقي كشك سجاير واحد بتاع عصير قصب. بلا كشك عصير، بلا كشك زفت. بقول لك ايه، انا مش هبيع يا وفاء، اخر كلام عندي، انا مش هبيع. بقول لك ايه، شوفي بقى مين اللي هيقعد لك في البيت يوم الجمعه، شوفي مين اللي هيمضي لك على عقد يا وفاء. انا مش هقعد في البيت خالص يوم الجمعه. هتقعد في البيت يوم الجمعه. ليه؟ هتقعد. الله، هو ده اسمه كلام؟ رايحه فين؟ انت بتقول ايه؟ رايحه فين؟ انا بشهدكوا يا عالم على اللي بيحصل. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ ايه بعمل ايه؟ مش امك واخواتك ويهمهم مصلحتك يشهدوا بالحق بقى؟ لسانك جوه بقك احسن لك يا وفاء، احسن لك. مش هحط لساني جوه بق، لاني بقول الحق. الله، في ايه يا ولاد مالكم؟ بص يا طنط، كلمه زياده، كلمه زياده وهتطلقي يا وفاء. الله 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 الله، في ايه؟ ما تستهدوا بالله يا جماعه، ايه يا كمان؟ ما تهمدي يا وفاء شويه. عايز تطلقني؟ يا سلام، طب طلقني يا اخوك. طب تصدق بالله انا بقى عايزه اتطلق. ماشي يا وفاء، روحي يا وفاء وانتي بس ولا كلمه زياده. ايه اتجننت؟ يلا خدي بناتك وروحي دلوقتي. يا طنط بقول لك روحي دلوقتي، خدي البنات وروحي واخزي الشيطان. حاضر هروح، بس بيسأل ابنك بقى هو كان عايز يطلقني ليه؟ واشهدي بالحق يا حاجة. يلا يا ملك هاتي اختك وتعالي ورايا. معلش، لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يهدي. يوسف عن جد متعتنا بصوتك الساحر، وبنتمنى لك كل التوفيق. وميرال بتتأهل معنا للمرحلة القادمة. لا حول ولا قوة الا بالله. هو انا كنت وانا بدعي ابواب السما كانت مفتوحة ولا ايه؟ قومي بقى. اها، حد يطفي البتاع ده. ايدك يا امي، ايدك يا امي. هاتي ايدك يا ماما. سيبيني يا اختي. والله ما كان قصدي. روحي سخني الاكل لانه برد. داليا خشي بسرعة قوي سخني الاكل، والله العظيم كان قصدي. ما تزعليش يا داليا. والله ما كان يستاهل كده ابدا. روحي عند اخوكي. خلاص بقى. يعني منيرة دي يطلع لها حسبة 3 مليون، يعني لو خدت بعضها وطلعت على بيروت نفخت وشدت ونكتت هترجع أحلى مني. منيرة تروح بيروت؟ منيرة مبدئيا تفكيرها ما يجيبش بيروت خالص. منيرة آخرها سيدي بشر 2. منيرة لو عكشت ال3 مليون هتروح تشتري بيهم زيتون وهتخلله، وما تقلقيش اكيد هينومك من الطيب نصيب برطمانين زيتون مخلل.
انما انت ليه ما كلمتهمش لحد دلوقتي؟ مش عارف. شاكر درغام كده حاسس من ناحيته بعوق. لا، اوعى تخسر شاكر. شاكر بيسهل لك حاجات كتير وبيخدمك، ما فيهاش حاجه يعني لما يبقى عايز يجامل ولا يخدم الشاري بتاعه. وحتى يا سيدي لو خد له قرشين زياده هيجرى ايه مقابل خدماته؟ انا ما عنديش مشكله، يلهف له مليون 2 3 حلال عليه. السنه صربعته دي مش مريحاني. طب وانت ايه اللي يريحك؟ اعرف الارض دي اخرها كام، على الاقل نبقى عارفين احنا خدمنا الراجل اللي جايبه شاكر بكام. طب لو شوشو حبيبتك بقى رستك تجيب لها ايه؟ شوشو حبيبتي انا لا مؤاخذه اجيب لها الدنيا بحالها من غير اي حاجه. حياتي اخلاصي. حاجه منال القرشي. ده ايه الاسم الرومانسي ده؟ قرشي؟ دي ست جامده قوي وتقيله، بتسحب مني كل سنه يجي 300 400 الف عبايه بتوزعهم على حبايبها وعمل الخير. الست دي واصله قوي، مفيش حاجه بتحصل في الاسماعيليه بدون علمها. يعني لو ميلت على المحافظ هتجيب لك الخبر اليقين. عبايات ايه وخير ايه وتميل ايه؟ انت هبله؟ انت هتجيبي لي واحده واسمها قرشي وتنط معايا في السمسره؟ ايه هتلحس لها لحسه من الفته؟ ايه ده؟ تلحس ايه وفتت ايه وسمسره ايه؟ بقول لك ست جامده جدا وزبونتي وحبيبتي. اما انا صحيح انا اللي هبله، انا بخدم ضرتي ليه؟ ايه الهبل ده؟ طبعا تخدميها يا مجنونه. انت مش عارفه مصلحتك فين. بقول لك هتشتري بال3 مليون زيتون وتخلله. اللي برطمانين خليك واعيه. زيتون. الصراحه بقى يا كمال، مراتك عندها حق وانت اللي 60 غلطان. يا ابني الناس عماله تفر للمناطق الجديده عشان اهدى انضف وارخص، واكيد بناتك اولى بفرق الفلوس بين الشقتين. يا ماما شوق ايه بس؟ الموضوع ملوش اي علاقه باللي حضرتك بتقوليه ده. الحكايه ان انا اتخنقت يا ماما، بقيت مش قادر. عارفه انا كل يوم لما بصحى من النوم ببص على وشها وهي نايمه جنبي بقول انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ اقعد اسال نفسي اقول يعني طب هو كان في حب لا سمح الله؟ ابدا. طب كان في تفاهم وتفكير مشترك والحاجات دي يعني؟ لا يمكن طبعا. مش عارف انا ازاي عملت في نفسي كده. عارفه يا ماما انا اتجوزت ليه؟ عشان وقتها حسيت ان انا كبرت يا ماما. كنت كل ما بتبصي لي بتحسسيني ان انا خلاص زي ما اكون بنت والقطر هيفوتها. يا ريتني كنت قعدت لوحدي. اخس عليك يا كمال، راعي ان انت عندك بنتين. البنتين دول زي الملايكة، ده البصة بيهم بالدنيا وما فيها. ما هما البنتين دول بقى هما اللي مخليني وانا في التكتيفه اللي انا فيها دي اقعد ارفص على الارض كده. اصبر يا كمال، بالك انت لو صبرت اجرك عند ربنا هيبقى قد كده. على فكرة البت وفاء دي طيبة وحنينة وغلبانة، بس هي فيها عيب صغنن قد كده انها مهبوشة في مخها. اقول لك شغلوا قرآن في البيت، كل الشياطين اللي فيها هتهرب وتجري. بس يا منيرة، بس يا حبيبتي، بس كلمها لي. لا يا ماما انا مش هكلمها يا ماما ابدا. انا اللي هكلمها، بس انت لاين دماغك شويه. يلا اطلبها. اتفضلي. ايه ده؟ ازيك يا عم ظابط يا ابني؟ انا امشي. ظابط ازاي؟ انت ظابط يا حبيبي. خشوا يا بنات جوه. بالضبط.
يلا حبيبتي. خلاص يا ابني انا الظابط، بس انا مش عايز حد في المنطقه يعرف ان انا الظابط. ليه مش عايز حد؟ انا في مهمه سريه، مش عايز حد يعرف ان انا الظابط يا ابني. طب معلش افندم، نعم. في واحده تقول لجوزها نعم ناشفه بالشكل ده؟ لا، مفروض يا طنط اقولها بالحنيه بعد ما كان هيرمي عليا يمين الطلاق. شيطان يا وفاء، شيطان يا بنتي. بس انت كمان زودتيها قوي. انا زودتها يا طنط. هدي بس كده واسمعيني، انا عايزه اقول لك كلمتين. انا لما عرفت الحكايه كلها قلت له ان انت عندك حق، وهو خلاص اقتنع. اقتنع بايه بقى ان شاء الله؟ لا اله الا الله، هي دي الكلمه بس اللي انت سمعتيها؟ طيب يا ستي، اقتنع ان انتوا تبيعوا الشقه وتتنقلوا. بس انت كمان يا وفاء خلي بالك ان انت غلطانه، لانه ما يصحش تكلمي جوزك بالطريقه دي قدام الناس ولا حتى لوحدكم. ده راجل يا بنتي وليه كرامته. الواحده لما بتبقى على اخرها ما بتعرفش بتقول ايه. طب وانت دلوقتي بقى لسه على اخرك ولا هديتي؟ طيب خلاص. طيب مع السلامه. شفت بقى؟ الكلمة الطيبة صدقة. تبسم المرء في وجه أخيه صدقة. في وجه أخيه يا ماما، مش في وجه وفاء. اعتبرها أخيك يا كمال. يا ابن الريق الحلو والكلام الطيب بيحل كل المشاكل، إنما بقى لو وقفنا لبعض بالعصا والسكين هنصعب الدنيا على بعض. بص، أمك بتقول بالعصا والسكين، اتعلم منها، بتقول درر حكم. منيرة يا حبيبتي ممكن تعملي لي قهوة؟ من عينيا. تسلمي. معلش يا كمال، احنا ما عندناش بن. لا ازاي؟ طب والبن اليمني اللي احنا جايبينه معانا مش احنا نسيناه مع جيركن ميه زمزم؟ ازاي؟ ده انا حاطاه بايدي على الرف. اقعدي بقى، اقعدي. اقعد ايه؟ فنجان القهوه ده يا كمال انت هتشربه من ايد مراتك، هي هتعمله لك يطلع حلو يطلع وحش، اما تشربه هتقول لها ده احلى فنجان قهوه شربته من زمن. وتسلم ايدك يا حبيبتي، وساعتها شوف بقى ليلتك هتعدي معاها ازاي. تصبح على خير يا كمال. اتفضلي يا ماما. يا ركبتي. اسم الله عليكي، اسم الله عليكي، سلامة ركبتك. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. اتفضلي. ماما قلقتيني على البن، اتاريه كان كده كده وكده. شفتي؟ تصبح على خير. تصبح على خير يا كمال. لا 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 لا. لا ألي، هو احنا مش اتخانقنا وتصالحنا وانا اتأسفت لك؟ مش دلوقتي. امال امتى؟ يا فندم؟ لا بجد امتى؟ يعني انت تبقى حرقه دمي ومشركاني قدام الناس، ودلوقتي بس هو اللي جاي في دماغك؟ امتى؟ هو بجد خناقة النهارده هي السبب؟ طب وامبارح والاسبوع اللي فات ومن شهرين 3؟ بذمتك انت فاكر اخر مرة كانت امتى؟ انا مش فاهم بجد ايه البجاحة، لا بجد ايه البجاحة اللي انت بقيتي فيها دي؟ ايه ده؟ انت ظالم يا كمال، ظالم قوي، وربنا يحاسبك على اللي انت بتعمله فيك. اسأل اي شيخ كده، حرام ده ولا مش حرام؟ طب ما تسأليه انت، اسأليه ولا اقول لك روحي شاهدي اخواتي على ده كمان بالمرة، يعني روحي شاهديهم. شاهد مين؟
مين من اخواتك يا عمر مثلا من غير ما شهده شوف يعمل مراته ازاي؟ كأنهم متجوزين ولسه في شهر العسل. ما تشتريش له عربية ب80,000 جنيه وقام يعمل لها النسكافيه بإيده. تبص في عينها تحس إنها حابة الدنيا يا أخي. نهار اسود ومنيل، ايه ده؟ انت حتى ده باصه للناس فيه؟ ايه ده؟ أنا مش باصة لحد. أنا صعبان عليا نفسي. أنا نشفت. أنا حاسة إني أكبر من 60 سنة. عارف أنا بقيت أكبر من منيرة. لا، ده منيرة حالها أحسن مني. على الأقل عارفة إن جوزها سايبها عشان يتجوز واحدة تانية. مش نايم في حضنها وهو مش طايقها. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. حرما يا ماما. جمعا يا حبيبتي إن شاء الله. قولي لي يا ماما، انت زعلانه على اللي حصل لاخويا يوسف؟ طبعا يا حبيبتي، زمانه مقهور. بعد الشر عليه من القهرة، بس هنعمل ايه؟ نصيبه كده. بس هو ما قالكيش هو راجع امتى من لبنان؟ أبدا، ما عادش بيرد على الموبايل ولا ده اللي عارفه توصل له على بتاع المربع ده اللي جابته لي ده. بقول لك ايه يا ماما، وانا بصلي دلوقتي ربنا كده فتح لي طاقه فيها حل لمشكله اختي حنان. انا عايزاها تروح تطلب الفلوس دي من خالد وتبقى تديها له، يعني وقت ما ان شاء الله ربنا يحلها عليها. لا مش هترضى، حنان نفسها عزيزه قوي. عزيزه ايه بس يا ماما؟ دي ممكن تتسجن. انا مش عارفه ايه اللي حصل لولادي ده. انا داعيه لهم كلهم هناك، اجي الاقي اللي متخانق مع مراته واللي عليها حكم واللي عربيته اتكسرت واللي حلمه ضاع. الحمد لله محدش مرتاح غير انا واختي داليا. قوي. انتوا الاتنين اللي عايمين في العسل. واحده جوزها ومسافر عشان شغله، والتانيه جوزها سايبها عشان نايم في حضنه ضرتها. انا الحمد لله مش ناقصني حاجه ومش عايزه حد، انا كده كويسه. ولما اقابل وجه ربي كريم بعد الشر هتبقي متونسه برضه وانتي قاعده بطولك كده، لا راجل ولا عيل. بصي يا ماما، انا مش متخيله حياتي من غيرك. لو كان ربنا حرمني من العيل ولد او بنت فبحس ان انتي بنتي، ولو كان ما عنديش زوج فانتي ماليه حياتي. يا بنت انا مش بعايرك ولا بدور على الناقص. حكايه الخلفه دي بتاعت ربنا، انما جوزك انا شايفاك مفرطه فيه خالص، سايباه للرقاصه عشان تاخده بحاله. ايه مالكيش فيه نصيب يا ماما؟ حتى يومين في الاسبوع. يا ماما ارجوكي بلاش تقولي عليها الرقاصه، خلاص اللي حصل حصل. بقت مرات جوزي وام ولاده، وبعدين لو كان عليه هو مش عايز يقعد معاها. هو لمح لي قبل كده انه عايش معاها غصب عنه عشان خاطر العيال. يا شيخ وانت بقى مصدقه الحدوته دي؟ امال ليه واحنا في الحرم سحب نفسه من جنبنا وراح داخل على محل الدهب؟ كان بيشتري لمين الدهب؟ ليكي؟ لا، ليها هي. حتى لو اشترى لها الدهب هي هنا، لكن انا كنت معاه هو، هيجيب لي ليه؟ وبعدين ده كفايه حلاوه الزياره لوحدها متعه.
بقول لك ايه، ما تقعديش تتوهيني. يلا اجري روحي نامي، انا مش ناقصه. الضغط هيزيد عليا، مش هعرف انام. تديني حضن كده عشان اروح انام وانا مرتاحه. الامر لله، مكتوب عليا. انت منيرة، روحي اعملي اي حاجه بتعمليها في المطبخ وما تشغليش نفسك بيا. مع السلامه يا حبيبتي، مع السلامه. طب وليه لا يا حنان؟ خالد فعلا ممكن يقف جنبنا في مشكله زي دي. اللي اسمه خالد ده ممكن يدفع بس هياخد تمن اللي هيدفعه شماتة فيا. انت نسيت لما عرضت عليه المشروع وقعد يتريق عليا وقال لي اراهنك ان ده مشروع خسران؟ والراجل كسب الرهان. سيان طلبت مساعدته ولا ما طلبتيش؟ ولا انت كنت فاكره انه مش هيعرف يعني؟ ما حدش له دعوه بيا، ما حدش له دعوه بيا. انا مش هبقى مسؤوله قدامه. أنا آسفة يا عمي، والله ما أقصدش، حقك عليا. تبقيتيش طايقه نفسك يا حنان ولا طايقه حد. امبارح الناس بتحاول تفكر معاكي وتساعدك وانت عماله تتريقي على ده وتدي على دماغه. أنا كبيرة ومسؤولة عن تصرفاتي، غلطت وهدفع تمن غلطتي. مش عايزة بقى حد يفكر لي ولا حتى يدفع لي. عن إذنكم. هي مراتك بطلت تاخد مهدئات؟ من فترة. من نفسها ولا الدكتور اللي قال لها؟ لا، من نفسها. هي مش عايزة تروح لدكاترة تاني. ده بقى ما هي لازم تعرف انها مش اول ولا اخر ابنها يموت يعني. انت نفسك قبل منك مات لنا 2، واحسان الله يرحمها صبرت واستحملت لحد ما جابتك وماتت. الناس مش زي بعضها. ما المصيبه دي برضو مصيبتك انت كمان، والحمد لله ربنا قدرك وعديت منها وبقيت عادي. ومين قال ان انا عادي يا بابا؟ انا بحاول ابين ان انا عادي وماسك نفسي عشان خاطرها بس. ان الكلب عنده استعداد يخسر ملايين الدنيا بس عشان يضايقني. وعشان ايه كمان؟ عشان يفضل طول عمر اسم الصواف اكبر من اسم مخلوف. لو قعد يخسر سنين يا حاج مش هيعرف. ايوه، ليسني اخوك كلمتين، ليسني. الوضع بيقول ايه؟ ان الصواف في المنطقه دي عنده اكبر محل. طيب لو انا حتى اشتريت جنبه محل هيبقى ايه؟ دكانه. يا حاج ما احنا في مناطق تانية كتير واخدين اكبر مساحه. بس عايز الحق يا خليل، الصواف في المنطقه دي قعدنا على الخازوق. قعدنا على ايه؟ على الخازوق يا حاج. ايوه. المرحله التانية وهيبداوا فيها قريب، والمزاد وهيتفتح كمان كام شهر. المهم بس يا حاج ان سيولتنا تبقى حاضره. غور من قدامي يا خليل. طب مش هنقفل على حسابات غور يا خليل من قدامي. لا هنقفل ولا هنفتح على الصبح. وخلي العيال دي يشيل الكراتين دي.
الله لا لا لا، ده انت هتبيض بقى. بيض بقى براحتك. يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم يا رب. يا رب تكوني النهارده احسن يا دكتوره. احسن من ناحيه ايه؟ لا ما هو سعيد قال لي على الموضوع بتاع الحكم وكده. مش ده خاص بالسنتر النحس برضه؟ سعيد؟ قال لك ايه سعيد؟ استهدي بالله يا دكتوره، الراجل ما ذنبوش حاجه، انا اللي زنيت عليه لحد اما عرفت. وما تقلقيش الخبر ما انتشرش. لا ما تقلقش انت، انا كويسه قوي ويا ريت ما اتكلمش معايا في الموضوع ده تاني. طب واللي يبقى عنده الحل؟ يوه وبعدين بقى؟ اسمعي مني بس يا دكتوره، انت ايه تعريفك بالظبط عن الرشوه؟ نهار اسود ومنيل، انت جننت؟ انت ازاي تتكلم معايا في موضوع زي ده؟ انا اكيد مش هدفع لك رشوه يعني. بصي بقى، اللي انا اعرفه ان الرشوه حد بيديها لحد مقابل انه يخلص له خدمه، والناس دي غير كده خالص. الناس دي ليها شغل وعايزه شغلها يمشي بسرعه، وبدل ما يتاخر ويتسبب في خسائر كبيره، ولو هم يعرفوا سكه يدفعوا فيها الفلوس اللي عايزين يدوها لك دهيا كانوا دفعوها. بس انت عارفه الروتين عامل ازاي. وده بقى له علاقه بالتقارير اللي المفروض اكتبها عن شركه ماركو؟ اللهم صل على النبي عليك يا دكتوره. الشركه دي بقى ما عندهاش استعداد انها تستنى لما يتم معاينات وفحوصات مختبر والحاجات اللي انت عارفاها دي اللي بتاخد وقت طويل، يعني فلوس وهتقع على الارض. ايه رايك بقى؟ خدي انت الفلوس دي احسن وخلصي لهم التقرير بسرعه. ودي بقى ما اسمهاش رشوه يا دكتوره، احنا ياما تعاملنا مع الشركه دي وعارفين منتجاتها كويس، وبعدين انت ياما فحصتيها وعديتيها، مش هيجوا في الاخر بقى ويعقوا. وافرض بقى المره دي المنتج ده فيه مشكله وهم عايزين يعدوه؟ لا دي سمعه بقى، ومفيش شركه محترمه تخاطر بسمعتها. على العموم خدي وقتك في التفكير وعقليها في دماغك وفكري كويس، بس وانتي بتفكري بقى اعملي حساب الوقت، وخدي بالك ان ربنا بيقطع من هنا عشان يوصل من هنا. سبحان الله، مشكلتك كانت امبارح الصبح وهم اتصلوا بيا امبارح بالليل، وربنا يريد بقى ان الطلب بتاعهم يمشي من عندك انتي. عامله ايه البنت جهاد معاك؟ هي مش معايا يا بابا، مع نوسة واقفة تتعلم. بقول لك ايه يا ضيع، انا عايزك تاخد بالك قوي من جهاد. البنت دي مش واخده على شغل المحلات والشوارع، يعني عايزك كده لما تخلص الشغل في المحل وتقفله توصلها، ويا ريت توصلها لغايه البيت. ده هي محطه بالكتير يعني. اصل بصراحه البنت دي تهمني، ابوها عزيز عليا وغالي، اصله صاحبي قوي. ده يبقى اللي انا طلعت بقى شاكك فيه طلع مظبوط. اللي هو ايه ان شاء الله؟ انت مش جايب بنت تشتغل في المحل، انت جايب عروسه. بنت حلال متعلمه وعايزه تلحق تتجوز عشان تخلف، ما عندهاش مانع انها تبقى التانيه، وابوها صاحبي قوي يعني انا عارفهم كويس. وانت شايف بقى يا بابا ان ده وقت مناسب نتكلم فيه في حاجه زي دي وهي حنان في الظروف دي؟ امال نعمل ايه يعني؟ نستنى سنه ولا سنتين ولا 10 سنين؟ ضيع انت دلوقتي في ال40، ايه نستنى لغايه ما تبقى في ال50 وبعدين نبتدي نفكر؟ لا يا ابني، انت من حقك تبقى اب، وانا كمان من حقي ابقى جد. وبعدين حنان مراتك، انت عارف ان انا بحبها، وياما حاولت معاها واتكلمت لكن مفيش فايده. هي مش عايزه تخلف. طب انت ذنبك ايه؟ ها؟ ذنبك ايه؟ مش ذنب يا بابا، ده نصيب. ودي حنان اللي وقفت معايا لما فصلوني من الجامعه ظلم. واحده في الظروف اللي هي فيها دي كانت ممكن تقول انا دكتوره واتجوزت الدكتور زي في الجامعه، مش مزايم في محل ابوه.
بس هي ما عملتش كده. بص يا بابا، اللي بيني وبين حنان مش مجرد جواز وخلفه. لا، اللي بيني وبين حنان كتير قوي. بص يا حاج، انا بحب حنان ومش هتجوز واحده غيرها. بقول ايه بقى؟ مش نمشي جهاتنا المحل؟ ليه؟ وتمشيها ليه؟ ما تسيبها تشتغل وتتعلم وتسترزق. ربنا ما يجعلنا من قطاعين الارزاق يا اخي. انا مش هعرف اشتغل معاها يا حاج وانا عارف نيتك كده. ضيق المحل ده بتاعي انا مش بتاعك انت. يعني انا اللي ماشي وانا اللي قاعد. وبعدين مالكش دعوه بنيتي، واعتبر الكلام اللي احنا قلناه ده ما اتقالش خالص من الاساس. انما البت مش هتمشي، انا بقول لك هو مش هتمشي. خلاص؟ فتحت كده؟ قال ما عندهاش غير العاشر، ولو حد تبعها كانت اديته الاول. السلام عليكم. يبقى بص على الورقه اللي تحت الباب ده، الحساب اللي عليك. بس انا لسه ما قبضتش. لما تبقي تقبضي او تعملي حساب. كدابه، بيقبضوا يوم 28 وهاني قال لي قبل كده. ممكن افهم ايه ده؟ ما قلت لك الحساب اللي عليك. وبتاع ان شاء الله انا ادفع 750 جنيه. هو انا باكل في البيت ده لوحدي؟ الاسعار غليت، كل حاجه ولعت. ما تنزلي بنفسك وتشوفي، ولا عايزه تعيشي معانا سفلقه؟ انا برضو اللي عايزه اعيش سفلقه. وهتدفعيني في الكهرباء 80 جنيه؟ ليه؟ هي الكهرباء اصلا بتيجي كام؟ بنسرقك احنا يا بت، عايزين ناخد من مال ابوك الحلال ونكبش. مكوة الشهر اكتر حاجه بتسحب كهرباء. مين فينا بتكوي شهرها بقى عشان تنزل تتعايق بيه كل يوم؟ لا طبعا هي اللي لازم تتعايق، مش النجم اخت النجم اللي بيغني. طب بصي بقى، لو عايزاني ادفع الحساب ده تظبطي حسابك بما يرضي الله. يعني ايه بما يرضي الله دي؟ وانا ما اعرفش ربنا؟ ده الحساب اللي هتدفعيه، ومن الشهر الجاي ان شاء الله هبقى الم لك الفواتير عشان تعرفي. طب ده الحساب اللي انت كاتباه؟ دول 400 جنيه اللي انا بدفعهم كل اول شهر، وعليهم 50 جنيه هديه مني ليكي. هو ده اللي عندي، مش هدفع غيره. يعني قبضتي اهو. قبضت ولا ما قبضتش دي حاجه ما تخصش حد، عشان ما حدش يلاقي عندي حاجه. باقي الحساب اللي عندك في الورقه، يا كده يا تفارقينا لحد ما هاني يخرج من السجن ويعرف له يصرفها معاك. وبعدين معاكي بقى، منين ما تيجي اجي الاقي فاتحه الدولاب وعامله في نفسك كده؟ وحشني وحشني قوي. وحشني اسمع صوته هو بيقول لي يا ماما. وحشني لما كان بيجري عليا وياخدني في حضنه كأني ملكت الدنيا كلها.
وحشني لما كان بيعيا وافضل جنبه طول الليل وانا خايفة عليه. وحشني نفسه، وحشني عياطه. تعبانة تعبانة قوي. ساعات بطلب من ربنا انه يخلصني من الدنيا دي عشان بس اشوفه واخده في حضني. ان ربنا ابتلاني يا منير، ابتلاني مرتين. ابتلاني لما اداهولي وعلق قلبي بيه، وابتلاني لما خدوا مني. اديكي قلتي اهو ربنا ابتلاني، يعني فاكرك ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. يعني ربنا بيحبك يا هبله، وربنا جميل قوي. ربنا بيختبرنا في اكتر حاجه بنحبها. طب قولي لي بقى، كنت هتعملي ايه لو كنت ربيتي وكبرتي وسهرتي وخرجتي من الجامعه وبقى راجل وبرضه ربنا خده؟ كنت هتقولي له لا سيبه ما تاخدوش؟ يا حبيبتي اصبري اصبري وان شاء الله ربنا هيعوضك خير. يمي لي هدوم يا منيرة اخدها معايا البيت. ما ينفعش والله، ما ينفع. الدكاتره قالوا لا. انا كرهت الدكاترة، كرهت الادوية، كرهت كل حاجة، كرهت نفسي، كرهت الدنيا. حبيبتي عشان خاطري لازم تصبري. الدكاتره قالوا انك ممكن تتنكسي والله. سيبيني يا منيرة، سيبيني، انا عايزه ابقى لوحدي. طب انا عايزه اقول لك حاجه، حاجته في الدولاب انا مش هقدر اديها لك. مش انتي لما بتيجي في اي وقت بتخرجيهم بتلاقيني كوياهم وحطاهم مكانهم؟ عندي في امان، ما تزعليش مني. وبعدين انا مش هقدر اسيبك، عارفه انا مسقعه بره بطيخه شيليان قد كده اهو. تعالي نطلع ناكلها سوا. عايزه انام، عايزه انام يا منيرة. صحيني بعد ساعه. ده منظر واحده هتنام، ده منظر واحده هتنام. عايزه تعملي فيا ايه؟ على فكره انا مش اختك، انا امك اللي مربياكي وفهماكي. لو جرالك حاجه هتوجعينا وتوجعي قلب امك عليكي. تعالي تعالي. حاضر حاضر. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام يا حاجه منير. الله يسلم عمرك. والله ما انت قايل. حاجه مبروره يا حاجه صفيه. اهلا وسهلا، وربنا يوعدك بحق جاه النبي. امين يا رب. معلش ان انا جيت لكم كده من غير ميعاد، قلت اجي ابارك لكم بنفسي، وكنت عايز اتكلم معاك كلمتين كده يا حاجه من غير زواق. قوي قوي. منيره. نعم يا ماما. روح اعملي لنا شاي. حاضر. اعمله شاي بلبن ولا ساده؟ ساده والسكر لوحده. يلا الجدعان. طيب انا عامله كيكه، اجيبها لك بالبرتقال ولا بالجزر؟ مالوش في السكريات. يلا بتغمزيني ليه؟ يلا بقى زقي عجلك بقى. خير يا حاج، قلقتيني. خير ان شاء الله يا حاج. مفيش قلق ولا حاجه، احنا اهل مش كده؟ ما انت لسه قايل هنتكلم من غير زواق. صح، عندك حق. بص يا حاجه، ضياء ابني بيكبر، وحنان بنتك زي بنتي بالظبط، وانت عارفه كويس انا بحبها قد ايه، وانا مقدر اللي هي فيه قوي يعني.
والدكتور قال ان ممكن يكون جالها عقده بعد الواد ما مات، عشان كده مش عايزه تخلف. بس وبعدين يا حاجه اخرتها. والله انا حاولت اكلمها كتير في الموضوع ده، مش بس انا واخواتها كمان، بس ما اعرفش مالها. زي ما يكون الموضوع ده بيكهربها، اللي يجيب لها سيره هديك على اللي بيجرى لها. يعني ابني يفضل عايش طول عمره كده من غير ما يجيب ولد ولا بنت يسند عليهم لما يكبر؟ مش كفايه عليه قهرة شغله لما فصلوه، ولا قهرته على ابنه لما مات؟ ابني كاتم في قلبه وما بيتكلمش، ما بينطقش، مش عايز يفضفض لحد، ومش عارف يقول ايه ولا يقول لمين. ولما بيضيق بيه الحال قوي بيروح يقعد جنب السيدة نفيسة بالساعات. أنا حاسس بيه يا حاجة. يرضيك أنت الحال ده؟ يرضيكي؟ انت بتفكر في ايه يا حاج؟ في اللي جه في دماغك دلوقتي، هو ده اللي أنا بفكر فيه. يعني هو شاف واحده وعاوز يتجوزها؟ هو لا شايف ولا عاوز يشوف، وهي مش عايزة تخلف. إحنا الكبار بقى هنفضل قاعدين وساكتين كده ونتفرج عليهم؟ أنا لما كنت في سنه يا حاجة مراتي ماتت وسابتهولي، ورفضت أتجوز عشان أفضل أراعيه، وما كانش في واحدة ست ممكن تحل محل أمه. الضنا غالي قوي يا حاجة، وأنت عارفة كويس. ما أنت عندك بدل الضنا 6 ما شاء الله، الله أكبر. ربنا يحفظهم يا حاج. أنا كمان ابني لازم يكون عنده ضنا، ودي ما تزعلش حد يا حاجة. من ناحيتي أنا هفضل أتكلم مع ابني وألح عليه لغاية ما أشوف مصلحته. وأنت من ناحيتك يا حاجة لازم برضه تضغطي على بنتك. يمكن تراجع نفسها وتفكر كويس. خوفيها يا ستي باللي أنا قلته لك دلوقتي على إنه ممكن يحصل فعلا. حاج جمال صوتك عالي وحنان نايمة، ممكن تسمع. يا حنان هنا؟ استغفر الله العظيم يا رب. عموما أنا قلت اللي عندي يا حاج، وربنا يصلح لهم الحال بقى. الله، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله يا حاج. ماما قولي لي اوام، انا سمعت نص الكلام من جوه، كان بيقول لك ايه؟ امشي دلوقتي، يلا لا أقوم لك. حاضر حاضر. تمام؟ تسلمي يوسف كنت قمر قوي في البرنامج. لي. يخليك. انا معجبه بيك جدا وبميز، ممكن اتصور معاك؟ اه طبعا عادي. لو سمحت ممكن اخد منك رقم ميزان بليز؟ معايا والله، انا متاسف، معلش عن اذنكم. ايه الرخيمه دي؟ امال لو كان كسب كان عامل ايه؟ على فكره انا اسمي الاء. دي خطة يوسف يا ماما والله. ايوه يا حبيبتي افتحي. اهلا اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة يا قلبي. وحشتيني يا منيره قوي. يا نور عين يا نور عين يا حبيبي. تعالى انا بقى شويه. لا يا ماما. لا كويسه. وحشتيني. ازيك يا حبيبي؟ قول لي وشك كده يا ربي. يا نونا. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله، وحشتيني. نورت بيتك. وحشتوني قوي. انت اللي وحشتنا. انت اكتر، انت اكتر والله. على قد ما كنت مقهورة انك ما كسبتش، لكن انا دلوقتي فرحانة قوي عشان رجعت نورت البيت بوجودك يا حبيبي. البيت منور بوجودك انت يا ماما. وحشتيني. انت كمان وحشتيني يا ماما. وكنت بتقولها كمان للبنات اللي كانوا واقفين معاك، عمال تبوس دي وتقفش في دي. يا واد ايه قله الحال اللي انت كنت فيها دي؟ ايه يا موني؟ عاوزه ايه يعني؟ كنت اعمل ايه؟ ابوسهم من ورا الناس كده احسن يعني بالنسبه لك؟ ويعني ما ينفعش من غير مسخره؟ خلاص يا اختي اديني رجعت وقاعد لك.
وبعد كده مش هبوس حد غيرك انت يا جميل. عيب عيب. بصي شقي يا ماما، عامل زي القرد المسلسل، حاجه غريبه. اخر العنقود. اوعى تزعل يا حبيبي، اوعى تزعل. هي الدنيا كده بتاخد مننا اكتر حاجه بنحبها وبنتمناها. هزعل من ايه يا نونا؟ الحمد لله. وبعدين يعني انتوا كنتوا مستنيين ايه؟ اكسب مثلا في المسابقه؟ عامل نفسك جامد ومش همك ولا فارق معاك. لا والله خالص. انا فعلا ساعتها اتضايقت شويه بس خلاص الحمد لله. انا رايح وانا عارف ان انا مش هنجح. المسابقات اللي شبه كده تبقى متستفه من الاول. طب لما انت عارف الكلام ده كان ايه لازمه الشحطاطه؟ عادي يا ماما، محاوله، لازم احاول. وبعدين مش كفايه ان انا طلعت في التلفزيون ولا ايه؟ ده انا بقى ليا معجبين دلوقتي، انت مش فاهمه. سيبك بقى من كل ده. ها هاني، طب خالي ايه؟ يا خساره ما كنتش عارفه ان انت جاي النهارده، ما عملتش بس غير صينيه رقاق. طب ما حلو يا منيره، متضايقه ليه يا حبيبتي؟ لا طبعا مش حلو. انت بص تخش تقلع هدومك وتتشطف كده وتريح، هتصحى تلقاني عامله لك شويه حمام حلوين على جوز فراخ على بطايه محشيه ترم عظمك كده. ليه يا منيره ليه يا حبيبتي؟ انت عامله عزومه، تسلم ايدك. تسلم يا حبيبي، بس انت وشك اتمقت من قله الاكل. اتمقت؟ اتمقت. ده من دعاكي يا اختي. من دعايا؟ بركاتك يا حاجه منيره. يا اخويا بلا الطريق ده، الله اعلم كان ايه اللي هيجي من وراه. انا ماشيه يا ماما. لا خليكي شويه. استني يا حبيبتي، هجيب لك برطمان لفت واجي لك على طول. استني يا حنان، اصل انا عايزاكي في كلمتين. كلمتين؟ كلمتين بخصوص اللي قاله لك حماية وانا جوه في الاوضه؟ انت سمعتيه؟ اه يا ماما سمعت. هلو يا ولاد. حبيبة قلب بابي، وحشتيني. بقول لك ايه، طلعتيها لمامي النهارده ولا لسه؟ طلعتيها؟ برافو عليكي. نجيب بوسه يا ولد. خدي بتاعتك. مساء الخير يا قمر. قفل تليفونك ليه؟ والله قطع شحن مني يا توتي، انا اسف. الايام اللي جايه دي ان شاء الله هشتري بورتبل يبقى معايا على طول. كنت فين يا عمر؟ هو ايه اللي كنت فين؟ كنت في شغل. شغل؟ بجد؟ الشغل بيخلص الساعة 4. واضح يا زياد يا حبيبي ان مامي نسيت ان في واحده صاحبتنا خيشت بالعربيه وما بقاش معايا عربيه. لا خالص، مامي ما نسيتش، بس بابي بقى نسي ان المشوار بالمترو اسرع بكتير من المشوار بالعربيه. كنت فين يا روحي؟ بصي يا روحي، انا مش عجباني طريقه السؤال بس هعديها عشان خاطرك. اقول لك انا، انت كنت مع نرمين، طلبتك ونزلت قابلتها بره المكتب، صح؟ ايه ده؟ انت بتتجسسي عليا يا تقى؟ لا يا عمر، انا مش بتجسس عليك، انا قلقت عليك فكلمت وليد فقال لي. بس انت بقى بتكذب عليا ليه لما بسالك كنت فين؟ انا ما كدبتش على فكره يا حبيبتي، انا قلت لك كنت في شغل. ما رحتش انا عزمت نرمين دي على 2 عصير على الكورنيش، انا رحت لها عشان شغل. شغل ايه بقى ان شاء الله؟ مش شقتها خلصت؟ عايزاك في ايه؟ بكره الباب اتلوت فعايزك تيجي تعدلها لها؟ ها؟ على فكره ما كناش في شقتها يا تقى، انا خدتها ورحنا على فيلا فاضيه وكنا سوا والدنيا ليلت فولعنا شموع وشغلنا مزيكا سوفت. انت كنت فين؟ خلاص هقولك. واحدة صاحبتها يا ستي عندها فيلا فاضية عاوزة تشطبها زي شقتها بالظبط، بس شغل بره الشركة، يعني بدل ما تدفع عمولة للشركة 20% هتدي لجوزك 10% كاملين. يا سلام، وهي عايزاك انت ليه بالذات يعني؟ لا اسمحي لي بقى كده ازعل. عاوزاني عشان انا احسن واشيك والذ وامز مهندس ديكور في مصر. انت عايز تفرسني يا عمر؟ يا ستي عشان خاطري وحياتي يا حبيبتي سكتي الصراصير اللي بتصفر في نافوخك دي وركزي معايا في المشكله اللي انا هقولها لك دي. ده شغل بره الشركه، يعني لو الشركه شمت خبر ان انا بعمل شغل من وراها هترفض. بجد؟ خلاص تكلم نرمين تقول لها سوري، يا اما انا اللي هكلم الشركه وهقول لهم ان انت عندك شغل بره الشركه.
يا نهار اسود، ايه ده؟ بتبيعيني كده؟ بتسلميني تسليم اهالي؟ ايوه يا بنتي عقلي، انت عارفه يعني ايه 10%؟ 10% دي يعني هنرتاح من هم اقساط مدارس العيال 3 سنين قدام، وهنصلح العربيه واحتمال ما نبيعهاش اصلا. انت مش سامعني؟ انا هوا شفافه. يا بنتي فهمي بقى، نرمين دي والله ما هشوفها تاني خالص، دي كانت مجرد وسيط ما بيني وما بين اصحاب الفيلا. افهمي بقى وعقلي يا شيخه. انا مش مجنونه يا عمر. يا ريت كل المجانين زيك يا حياتي. ممكن يلا نخلص الابل؟ تعالي يا داليا، اتفضلي. ازيك يا طه؟ ازيك يا داليا؟ انا اسفه بس ان انا جيت من غير ميعاد، بس انا لحد ما كنت تحت بدخلة العمارة وانا عماله افكر اطلع ولا ما اطلعش.